يلا السلام عليكم، تحية حب واحترام لكل شخص يتابع الفيديو. حلقة جديدة نبتديها بالصلاة على محمد وآل محمد، ورمضان مبارك عليكم وعلى عوائلكم. طبعا هسه الدنيا صبح، الساعة بالستة هيج تقريبا، فأنا داخل أعطيهم أكل وأتفقد هذا قاعدين شوية، وقلت خلي أصور لكم الفيديو. يعني هو العجز مستمر طبعا، فخلي نشوفكم شكو بالمحمية، شنو الأشياء الجديدة ممكن. يعني عزلنا طيور حوب اكو فرخ همين طالع من اثنين، بس واحد مات مال ابو الاصوات. طبعا ناجح بالابو الاصوات، ناجح بالمحمية. للي يسأل طبعا، هو سابقا كانوا يسألوني على ابو الاصوات لان مناعته ضعيفة، وهو تقريبا اضعف طير مناعة بالمحمية كاجواء مفتوحة ومطر وصيف وشتاء وهالتفاصيل. فهو ناجح اخوان، ناجح بالمحمية، وانا منتج سابقا، وهسه بهذا الزوج همينه انتج عندي، وهسه راح اشوفكم ابنهم الناجي الوحيد. طبعا كانت هنا اكو سلة حمراء سندانة بيها، طبعا بيها عشاش. هسه راح نسولف لكم صار هون، لقيت بيها فراغ. طبعا هذا احد الافراخ مال الموسم الجديد. هذا كانوا يفرخن ويموتن، يفرخن ويموتن. هذا ثبت الحمد لله والشكر، حتى كبران ونازل. هذا كنت تسمع بس صوته، امهاته يزق له وانا اسمع بس صوته. هذا البلبل طبعا لقيت له نثية كشميرية وبالطريق، وما ادري شنو اخبارها صارت. اتصل عليه ما يجاوب. تعال والله انا اجيب لك حتى لو عراقية عادية ما يخالف، لان خطية هو وهذا الكوكتيل بعدهم لحد الان ما جايب لهم. هذا نفيه شفتوها احد الاخوة طبعا من سلوكياتها بذاك الفيديو، قال لي نفيه هاي رسمي يعني، وهذا انا اعرفه في حليب عندي. طبعا هاي بداية الموسم اخوان، يعني مو موسم او انما يعني تغيير الموسم الجديد، راح ندخل بفد شي جديد. هاي بدايات الربيع والنموات مال النباتات تطلع جديدة. هسه هاي كلها نموات جديدة، وهاي النموات القديمة باعوها، يعني الفرق واضح. هاي هسه يعني انا سمدتها قبل فترة. تدرون انا يعني سمد فقط اشياء طبيعية، يعني شي عضوي بس، من مخلفات دواجن، مخلفات اغنام، هاي التفاصيل. اما اسمده هاي لا، شكو شي كيميائي ما استخدمه، يعني شي طبيعي. ويا هاي النارنجة صارها فترة طويلة طبعا، عبرت ال9 سنوات تقريبا هيجي. يطلع بيها قداح بس ماكو، حتى القداح مالها كلش قليل يعني، بس كثمار ماكو. برتقال ذبت عندي، بس هاي لا، هاي ماكو شي بيها. وعن هذا الجانب يعني هسه هاي الاعشاش ممكن تكون ناجحة، بس شنو مكشوفة. هسه اسولف لكم قصة على ذاك العش المكشوف. شوفوا هسه هاي المطر كان عليها، يعني افراح طلعت من يمه وهي بالمطر. هسه هذا واحد من ذاك العش القديم، ومسألة طبيعية يعني ما تذبه. هذا العش، وهاي السلة مال الزراعة، بس انا مسويها على شكل عش.
شوف الخوم باع شلون عش زاغور مسوياته هنا. هذا عش هنا، وهاي السلة هسه انا معلقها هنا لان مكانها ناصي وحلو ومرتب يعني. هاي كانت بالسقف تمام. فشنو اخواني يجي عليها هاي الموجة مال الامطار شفتوها كلها عليه، يعني هي من جو مجرد مثقبينها ثقوب حتى للتصريف مال المي وهالتفاصيل، لان سابقا هي اصلا مال زراعة، هاي سابقا كنت زارع بيها فمسوي فتحات تصريف فربك يعني هم زين، فمعلقها بالسقف هنا. وهاي المطر كله عليها وانا طبعا ما ادري بيها، ورا ما سكتت الدنيا يعني في غضوات 3 ايام هيجي، يعني يوم تمطر يوم تسكت، هي الصبح هي تمطر العصر تسكت هيك يعني. تعرفون هاي بكل العراق طبعا صار المطر، فبعد ما خلص المطر وهاي التفاصيل كلها وراعت الشدة، والله والقالك هي اسمع صوت مال الافراخ، يعني افراخ الفنادز تعرفون صوتهن شلون يكون حلو مرتب يعني، ويخبصن الدنيا صوتهن عالي. ودورت بالعشاش ماكو، والاف هي هاي السلة. والله شوف الافراخ يعني نازلات يقدرون يطلعن كلش. فموضوع الامطار ابد ما اثر عليهن، وين يروح هذا ما اعرف، شلون تحمي نفسها من هاي المطر ما اعرف والله. فقلت انا هي بالطبيعه بعد هي حالها حال العصافير اللي بالبساتين وهالسفر، يعني وين تروح يعني قابل شو تسوي حتى تحمي نفسها؟ هي مجرد غطاء من الاشجار وغطاء من هذول نفس الوضعيه. يعني صراحه تعجبت قلت بعد ما اخلي فوق هذا مكانه، يعني مكانه صراحه مو مناسب. فاذا عادت مرة ثانية تلمف بي عش نزلته هنا حتى ممكن انه يحتمون بيه. هسه هذا مكانه زين، هاي الكثافة مال النموات ممكن تحميهم يعني، واذا ما لفت بيه خلي تشوف له غير مكان يعني افضل من هالهوسة هاي. هذا العش بيه جاوة نايمات هسه النبي. اما هذول طبعا هذول ما تدرون بيه، عزلت الطيور الحوب المعاكيف كلها عزلتها هنا، بقت نثية وحدة اليوم عزلتها بحال. هاي الوسخة هاي لو هاي ما ادري بيه، هي هاي كان هاي وسخة من التمن انا ما انطيهم غير هاي الاكل والدخن ثابت، بس هي تتوسخ لان تاكل من التمن طبعا ذني كل النثاية، هاي نثية هاي نثية هاي نثية ذيك نثية، 4 نثاية. وهذا الجو بيه طبقة جديدة، هذا فحل. انا هاي الالوان احبها ما تعنيني الرينبو هالسوالف ابد ما يعلل. هسه اشوفكم نثية جوا، هاي نثية شوفوا هاي ممكن تكون تركيبات بس انا ما احبها، احب هذا اللون الاخضر، الالوان هي الوان طبيعية هاي. خل اشوفكم اللي يسوون بيها. طبعا هي بيضة وحدة، هذا موضوع فتح العشاش انا ما احبه ابد ما احبه. لين نخليها هاي اول مرة طبعا هنا يعني فتحة العش حلوة وهاي. قلت خل اشوفهم يعني ما شايفهم انا صراحة، لين قامت تدخل جوا تتردد هواية، قلت خل اشوفهم شنو وضعهم. هذا النثاية 2 متزاوجات بيناتين، ولقيت العش كانوا بيه بالمحمية بيه بيض بس كله اكيد بدون خصوبة، فطلعتهم هنا عزلتهم بين ما ارتب لهم. هاي الخانة هاي خانة بصف العش كلش كبيرة، بس خلي اثبت اكواخ بيها، مجهز اكواخ ومرتب الوضعية. هسه هاي بيت فوق
هاي واحد جولين صغار. بس ذنيش ممكن مال تربية جماعية تصير يعني. المهم مو عزل يعني، اهم شي عزل انا عندي. والله هي حتى مكان ذني مال خانات كلش كبيرة ذني طبعا، تشوفونه بالتصوير صغير وهذا. بس النزال متر، هذا بس النزال متر. هاي ايام وتتنظف. شوفوا القذارة اللي بيها، طبعا هاي كلها دهون وتمن في ايام بس تعطيهم بس دخن، فراح يتنظفون ان شاء الله. هذا ابنهم ما شاء الله، ابن الكناريات. هاي امه. وين راح؟ هذا ابوه، هذا هو يمه. ما شاء الله شلون يزق له بقى. هون هاي بعد ما قلمناها فبدت نموات جديدة بقى. هاي ورق مالها كلش عريض، خد تكبر وشوفوها شلون. قلمناها يعني تقليم شبه تجار يعني. هاي نموات جديدة، هاي نموات جديدة. هواي بيها نموات جديدة، بس هو يعني هسه هاي كلها نموات جديدة، وخليها يعني خليها تكبر، وممكن انه تشوفون جماليتها شنو. الورقة مالتها تختلف، مو مثل هذا التين العادي. هو طبعا الوانه كلش حلوة، بس التصوير كلش ظالمة كلش يعني. اعرف هاي الموبايل الدقة مالته مو شي. هسه هو بادي يلقط يعني، بس ليش ما ياكل؟ اعتماد كلي ما معتمد على نفسه، بس هو ياكل يعني. هسه جيم هاي مال تمر باعوها، ما شاء الله ياكل تمر هذا. طبعا كلش نقذتني هاي مال التمر كلش يعني، لان شت قبل سابقا الزق تمر هنا اخلي هنا بالغصن هذا، وهم ياكلون من يمه. بس شنو يوقع؟ الطيور تيجي تخلي رجليها على الشجرة، توقف فوق التمر، ممكن تتبرز على التمر يعني، مو نظيفة. بس هاي لا، هاي وكأنما مخصصة لهذا الشي. هو قطعة مشبك، مجرد ألزق التمر يجي طير يوقف هنا على هاي، ما راح يدمرها. هذا مكان يعني شلون المخزن صاير. هاي يم شجرة النسرين بالزاوية كلش. هاي سندانة أنا بخليها بخلي ببطنها أغراض. أجيت أشكل هذا العش، هذا هنا علقته هسه وطفرت منه طير، ولقيتها بيضة 3 بيضات. هو الملكة بالعادة بيضتين، بس احتمال بين 2 متعاونات، والله ما أعرف. هسه طفرت مني ما طارت قبل. خليها براحتها، شو تسوي لها. هاي النسرين بادي طبعا اخوان، بادي يطلع نموات جديدة، وراح يخبصنا بالورد. طلع ورد ابيض كلش حلو.
هاي وحدة بالسقف وكلها جناب هسه من فوق متروس سرس. هسه من يفتح ان شاء الله باكر عقبه يبدي يفتح كل هذا. ابدي اصور لكم اياه. طبعا هي تحب شمس شكو نبات اللي يعني بيه ثمار بيه ورد لازم يحتاج شمس. فانا زارعها هنا بالزاوية وهاي نموات كلها جديدة باعوا، بينما هي لا مقلمها لا معتني بيها ابد يعني نهائيا. سوى حملة على الأعشاش. هسه هذا واحد ثاني، هذا عش ثاني مال ملك. هي راح اعلقه هنا فوق. هنا فوق هسه هاي بالزاوية منها مسدودة ومنها مسدودة، يعني مكان زاوية هذا، فأحسن ما يظلون يلفون هنا بهاي. شوف العودين 3 واقفات ولف بيهن، خلي السلات هنا ما دام هذا كسيم. صارت بهذا الشكل. هذا واحد وهاي السلة جوا. طبعا هو مكان محصول زاوية، يعني زاوية ميتة هاي. ممكن اعلق بعد فوق واحد واقدر جوا هاي السندانة، بس هاي السندانة بعد ما اقدر احرك هاني لان بيها عيش ومشكلة. طبعا اخوان هاي الجهة باعوها يعني لا بيها شجرة، وهذا الحائط فارغ، فممكن استغله بتثبيت الاعشاش. هاي شلون سالفة باع اخوان. هاي هم رجعت هنا نامت. والله عمي مو صوتي انا، صوتي انا ليش الوم؟ مخلي العش هذا شنو هو؟ مخليه معلق وليش الوم بيها؟ ليش اجيت هنا أنا وليش؟ هلا شوف والله بيض شبيه هذا. شوية حجية بدون زحمة عليك. مكان عالي ما شفته. هاي الطارات باعوها. خلينا نشوفها بالفيديو وياكم. شفتوا اخوان بيضة بيضتين. هسه هنا أنا شوية ابتعدت منهم حتى كل واحد يرجع لمكانه. هسه ذني زوج وجيت يم هاي ام السطلة. يمكن هي اخوان ام السطلة. هاي شوفوها راحت للسندانة. انا اسميها السطلة. راحت للسندانة ونامت باعه. طبعا هاي المفروض عشاش مثل هاي الذن. هاي لونها اخضر ملمومة ومرتبة، بس يعني بسبب ترك المحمية هاي الفترة كلها قامت الطيور تدخل شي على شي وتبيض وين ما كان. هاي رجعت نامت. هاي الثانية هم رجعت نامت اخوان باعوا. ان شاء الله بهاي الفترة الجاية والله يراد بيها شغل هواي المحمية صراحة. يراد هواي ترتيبات وهواي شغل. هذا العش شنو؟ هاي الخانة شنو؟ هاي الماكلية شنو هنا؟ يعني يراد هواي شغل. هذا الاطار كله راح ارفعه. هذا شوفوا هذا الاطار، هذا تساند بيه الجهنمية راح اقصها من فوق. حتى هاي الوساخة شوف ذاك اليوم قلمناها ونظفناها باعش رجعت من جديد. حتى هذا يتيبس ويوقع وتبدي النموات منه ما اخليها تعبر بعد حتى شمس تدخل. هسه هذا مثبت انا عش هنا وعش هناك. هذا بالقواطي بس والله هذا ضلع يعني كلش يراد له شغل كلش. هو انا اهم شي عزلت الطيور الخبيثة المعاكي في المناقير، فمنه هيك راح ادخل نباتات جديدة. النباتات بالاعم الاغلب كلها راح تصير يعني تقريبا ظليات تنجح بالمحمية.
تنجح ليش؟ لان انا مغلف ساران هاي جهة وشمس بظل هاي النباتات، فما راح يبين بيها. وهي بالاساس النباتات الظلية ترى مو ظلية فد مرة يعني، لا، لان تكيفت ويا اجواء الظل وهذا، فصارت هي تنزرع تحت ظلال الاشجار. طبعا هذا الشي بديهي. ان شاء الله من ناوي نجيب نباتات جديدة ونرتب اكثر حتى بلكي يرجع الواهس. ما شاء الله بعد شلون جمالية بالطير من يقلبنا هيجي. هاي ما يبين عندكم هنا. هاي من ورا المشبك ما يبين. اي والله ما يبين، بس كلش حلو من يزق، خاصة الكناري والاصوات. عرفونا من موضوع الطيور ودوخة الطيور. خل اشوفكم هاي التجربة. طبعا هي تجربة ممكن انه يعني ما بيها تعب. شنو ما تعبت بيها نهائيا، قطعا بتاتا ما تعبت بيها ولا حتى 1%. زين مجرد كنت اقلم بهاي الشجرة، هاي النسرين، او مو اقلم بيها، انا اصلا ما قلمتها، بس يعني اضطريت بسبب المشبك، لان كان ممكن يشق المشبك، فقصيت منها معواد وحرامات. قلت هاي العواد، فقلت خلي اجرب. خليت من يمها ببطل مال مي. هذا شوفوا هذا لونه شلون صاير، صار له فترة ما مبدل. فما ماتن اخوان، ما ماتن. هسه هذا يعني مثلا هذا نموات جديد بس خلي اثبت هذا. هسه خلي اشوفكم النموات الجديدة. المهم هاي الفوكس ما يهام. سويته طبعا، هذا سويته من وقت، من الصيف، الله شاهد، من الصيف. فما طلعت بيه يعني هذا، وخليته بالبطل. حتى مرات القان مخلص المي مالته لو مقلوب لو هذا، وارجع ادير له مي وارجع كذا وارجع هذا. فهسه بدت النموات تطق بالنباتات. شفتوا النارنج والتين طبعا التين عندي نوعين اني، وهذا النسرين هم بدا يورد همينه، حتى هاي فرشة البطل. فكل النباتات بدأت تطق هسه. فبالصدفة هسه شفت هاي اللي زارعها بالبطل، وهذا مجرد خليتها ببطل مي وهذا بس ما ماتت نهائيا. يعني لو معتني بيها فممكن انه حتى نموات جديدة تطلع بيها. مي ما بدله، مرات ينقلب القاه فارغ هيك، مجرد ادير له وهذا. فهسه بالصدفة قلت خلينا نشوف الجذور طالعة. لا طفران هاي هسه سحبتها وياكم باعوا. يعني هاي بعد فترة طويلة شوفوا، يعني هذا ناجح. هسه انا هاي ناجحة، تجربة ناجحة، رغم انا ابد ما اعتنيت بيها ابد. يعني هي قد فاشلة الشغلة، بس من ما ماتت وظلت فترة طويلة يتشكوا بيها. خليها هنا. فهسه انا راح ادنيها هنا بالشمس، وبس شوية تكبر الجذور راح انقلها بسندانة، وممكن انه اكاثر بهاي الطريقة. باعوا هاي نموات جديدة باعوها.